انا علي ابوك لا حتى الكاظم وياك. لا تخلونا نسب العمه واحد واحد. هنا وتقطع خلاص، اقطع ما اريد اسمع شي بعد، خلاص ما اريد اسمع اي شي. لك من كل عقلك البدني كله قاعد تغلط على الكاظم سلام الله عليه. ليش انت من ولك؟ انت تروح فدوى للعالة ولك، والله تروح فدوى لترابهم، لتراب شكو زاير عنده. لا يا قشمر، لك ليش هيك؟ لك ما عندك غير عراقية، انت مو عراقي اصلك عراقي، شلون تغلط؟ السلام عليكم شباب بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلونكم؟ زينين؟ اذا انت اول مره تدخل للقناه اشترك بالقناه، فعل الجرس، سوينا تعليق حلو، لايك حلو. اذا كنت مشترك بالقناه ارجع الغي الجرس وفعله من جديد، لانه اخر فتره صار اختلال باليوتيوب. اوكي، وتابع الفيديو لان الفيديو كلش حماس. اوكي يلا ليتس جو. ما اعرف شلون راح ابدي بهذا الفيديو، بس هذا الفيديو عباره عن انتقاد شخصيه سخيفه وفاسده للغايه. طبعا شباب يعني شخصيه كلش تعبانه، انتم راح تشوفون وتحكمون على الفيديو. اوكي، بس انا كنت متواعد وياكم بفيديو على اساس انتقد احمد الساعدي، هذا الانسان الافتزازي، على اساس هو مقدم، بس والله العظيم مقدم دم ثقيل للغايه. يعني من طبعا هذا الفيديو راح يعني اختصر ذاك الفيديو السابق وهذا الفيديو، يعني الصفحتين الاثنين راح يصيرون فيديو واحد، وما راح اطول الفيديو عليكم. طبعا بالنسبه لاحمد الساعدي من يجيب شو اسمه العفو يوتبريه مثل كرار الساعدي وطرايبيل وكذا وكذا، هواي الشخصيات اعرفها يوتبريه، من يجيبه ويطلع عليه سلبيات على انه هذا عنده سلبي والله على شنو، ويعني شلون مثل ما تقولون يفتزه وشي، يعني بيحب ينفرزه على مود شنو. ما اعرف شنو غايته من الفيديو، ما اعرف شنو غايته، يعني غايته يفتز اليوتيوبريه، ما اعرف شنو. المهم فيطلع عليه سلبيات. اول شيء الولد مثل ما ذكرنا، الذكرار الساعد مالكم علاقه بشارع فرصه بدا يقعد شعره بدا يقعد. المهم عندك مثل كرار الساعدي، يعني كرار الساعدي انسان محبوب، انسان طيب. لو ما انسان طيب كان ما صارت قناته وتوفق، يعني صارت تقريبا عنده 4 مليون، كان ما صار عنده هالقد. اوكي، فلهذا السبب يا اخي انت احمد الساعدي ابتعد عن هالشخصيات، هاي الشخصيات محبوبه، فانت لا تحب تخرب وتشوه سمعه هذا الولد. انا واحد من العالم، انا نشوف فيديو مال كرار الساعدي حقيقه الله يشهد شباب اضحك، يعني فشي يقدم محتوى كلش حلو مرتب، وتحياتي له والله. وكذا طرايبيل كذلك وكذا وكذا، يعني لولا ما انسان محبوب كان ما يطشوا السعده وهيك وهيك. اوكي، هسه ما علاقه، ندخل للفيديو مال هذا الانسان الفاشل ابن الفاشل. طبعا انا صدفه دا ادخل على هيك كذا برنامج العفو باليوتيوب، دا اقلب اشوف كذا وسب واغلاط وما اعرف شنو، حاط ايدها ويبوس ويسب الامام الكاظم سلام الله عليه. يعني فد شغله كلش تلعب النفس حقيقه الله يشهد. يعني انا مش بيتها والله العظيم كشت روحي، يعني شنو يعني انت تيجي وتغلط على اهل البيت؟ انت منو على اساس انت منو؟ لك انت تروح فيديو لترابهم بالقران، والله العظيم تروح فيديو لترابهم. اوكي طبعا شباب راح يشوفون الفيديو وانا راح اسوي ردة فعل على هذا الفيديو. تمام، حرام نتهنى نار جميل. ليش لول مصطفى العراقي حبيبي بنور وجودك. هاي وفاة كردلة ها؟ تبع الكاظم هو مات، احنا شنو دخل؟ ها؟ الكاظم معقول هذا الشخصية موجودة عندنا هنا داخل العراق؟ يعني معقول هاي عم هذا مو انسان، هذا وحش والله العظيم، وحش استغفر الله والعياذ بالله. شنو هذا؟ شنو انت يا خرا؟ شنو اللحية؟ شنو كضيدك؟ وشنو نرقيلة؟ وشنو وانا شعلة؟ ليش انت منين انت حبيبي؟ لك انت ايش قد ما تستحي؟ ايش قد اخلاقك سز يا سز؟ لك بابا انت معقولة انت الغيرة اللي عندك وين راحت؟ لك انت عراقي، انت عراقي انت. شنو الكاظم وانا شعلة؟ لك هذا امامك وتاج راسك وتاج شكو واحد، ما احب اكمل ماشي. لك والله العظيم ما اعرف معقوله الشباب شنو الوضعيه، ما اعرف بالقران. خلينا نكمل الفيديو الشباب، لانه دا احمد شويه. انا ابوي من يموت تطق الاصبع. والله هذا اشتحكي يا هذا والله. يقول اذا ابوي مات اطق اصبع. طبعا تطق اصبع لانه انت هذا مو ابوك، لانه انت ابن زنا. حش السامعين والله انت ابن زنا، لو ما ابن زنا ما تسوي هيك.
اوكي. طبعا على فكره قلنا ابو علوش ما ابو علوش، وحكت التواصل الاجتماعي كله انتشر به الوضع وكذا كذا. قال ابو علوش ابو علوش حسب ما قالوا مختل عقليا، بس للعلم ترى لحد الان دا ينزل فيديوهات زاد 18. اوكي. عفوا على صبع هذا انسان. اجى بعد اجى الاغرط منه، اجى هذا ابو لحيه تقول لك وحش، يقول له ابوي يموت اطق اصبع ويغلط عليه البيت. هذا انسان فاسد وانسان ما عنده كل غيره. اوكي. انسان ما يعني ما توصفه يعني قليله بحقه والله العظيم. يعني هو والله العظيم يعني ايش تحكي ويقول بعد فوقه. طبعا شباب بعد خلينا نكمل الفيديو ونشوف شنو راح يحكي. بالله على مود رد على كلامه السخيف يا سخيف. منو بشغله؟ عمي رجال انا كاول. شيلكم دخل. منو وفاة شنو كاولي؟ وفاة منو؟ عرفه؟ منو؟ موسى كاظم. هذا كاظم وين صاير؟ والله العظيم للاسف يعني للاسف باعوا يعني شوفت عينك يعني مرتاح وهاي يم حشو سامعين بالزنا تضحك يمه ومرتاحين ونرقيله ومشغل اغاني، وهذا واحد يمه يقول له تشمل يوم وفاه، يقول له وفاة منو؟ يعني ولا يم الموضوع اصلا يعني والله العظيم ولا عبالك يم ما اعرف شو اقول لكم شباب. المهم فيقول كاظم كاذبكم ما اعرف شلون، يعني انسان سخيف يعني والله العظيم. مش ايش ما تحكي يعني يريد بعد تحكي. هو يقول انا انسان كاولي، هو يعترف بنفسه هو كاولي. انا ما قاعد اطلع شيء من جيبي، ترى هو انسان كاولي وفاسد وابن زنا وابن كلهن يعني، ترى ما يحتاج شيء نقوله بعد. اوكي خلينا نكمل الفيديو ولا نكو بعد يعني حتصير صدق من نار يعني شرار ونار. هاي لي تلباس تقول ولك انت شاب زرب امي ذاك هذا الوجه الخايس، ولك تبوس لك ايد واحده عاهره لك يا عاهر لك يا فز. هو انت نفس الشيء طبعا، هو انتم عادي يعني ايدي شلون يدحله وما اعرف شنو ودا يبوس بيدها. لك شنو انت يا خرا، شنو انت ذا كاظم طلعها باختك حسوني. انا على ابوك لا حتى الكاظم وياك. لهنا وتقطع خلاص اقطع ما اريد اسمع شي بعد، خلاص ما اريد اسمع اي شيء. لك من كل عقلك البدن كله قاعد تغلط على الكاظم سلام الله عليه. ليش انت من ولك؟ انت تروح فدوه للعالة ولك والله تروح فدوه لترابهم لتراب شكو زاير عنده لا يا قشمر. لك ليش هيك؟ لك ما عندك غير عراقي، انت مو عراقي اصلك عراقي. شلون تغلط على انسان والله العظيم؟ لك شلون تغلط على اهل البيت؟ شلون انت من تجيبهم واحد؟ لك سخيف انت. لك انت شنو انت يا واطي والله واطي قلب حقك يا سخيف يا عنيف يا والله من طيح الله حظك وحظ العشيرة اللي تلفيك. والله العظيم انا ما لومك لك، اليوم العشرة اللي راح تلفيك وان شاء الله ما يلفونك. من يشوفون هيك موقف ان شاء الله ما يلفونك. وانت اصلا منين يقول عندك عشيرة؟ انت اصلا مقطم.